لامين لامين، فكأنني بالرمح يضرب قائلا الأرض أرضي والزمان زماني. حقق نادي برشلونة تعادل ثمين خارج ملعبه ضد نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لهدف في مباراة الذهاب من الدور السادس عشر في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 و2026. وكانت المباراة قوية ومثيرة، وشهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين. وقدم نيوكاسل أداء جيدا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب هارفي بارنز. وفي الدقيقة 93 أحرز نادي برشلونة هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها لامين يامال. وتبادل الفريقان الهجمات خلال المباراة لتنتهي المواجهة بالتعادل بعد صراع كبير على أرضية الملعب في انتظار مباراة الإياب.